يا صباح الفل والياسمين عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالكم بقى النهارده بفيديو كده حماس كده ونشاط وكله كده حيويه يا مستقويه. تمام، انا كده قلبت الشقه. والله العظيم يا جدعان انا مش عارفه هي ترتبت ازاي زي ما كانت. جالي نشاط كده وحيويه، وقمت بقى ايه فتحت البلكونه عشان تنور كده الدنيا والشقه كده زي ما انتوا شايفين. دي الاوضه بتاع الاطفال اللي احنا بننام فيها. قلت بقى امسكها اروقها ترويقه عميق كده، ترويقه حلوه علشان العيد. وفوق الدولاب زي ما انتوا شايفين المنظر يعني في كراتين والشنط اللي هي بتاع البطاطين. واشيل كل ده بقى وانظم الدنيا. هنا بقى نزلت باللحاف ده في البانيو ومليته كده ميه علشان البقع اللي فيه تدوب كده وما ندعكش قوي فيه وعشان ما يبصي. فكنت بدعك انا ايه بالراحه كده علشان ما يبصي او يحصل له حاجه. الفيديو انا كنت مجريه، بس انا كنت بعمل بالفرشه بالراحه يعني علشان ما يحصلوش حاجه. هنا بقى دخلت بقى على الأوضة وقلبتها كده وشلت البطانية دي. احنا مش بنستغطى بيها علشان الجو ولع طبعا. انا كنت مطلعها علشان اغسلها بس ههويها شوية. فقمت بقى شلت المشايات دي بقى. قلت بقى اغسلهم في الحمام غسلة بسيطة كده، هما نضاف يعني بس نغسلهم، هما مش بياخدوا وقت يعني. فحطيت هنا في الغسالة دور غسيل كده، كان عندي هدوم كتير. فقلت ايه اشغل الغسالة على حبة الهدوم دول لحد ايه لما اخلص. وسميت بالله كده وبدأت اكنس الأوضة والعفرة فما اقتنعتش برضو بالكنيس ده، لا لازم اقلب الأوضة. فقمت بقى زحزحت بقى السير كده تخرت شوية وهكنس تحته بقى وامسح تحته. لقينا بقى فلوس ولقينا توك كنز ده تحت السير ده. حتى مكة فرحت بقى اللي احنا لقينا فلوس بقى تحت السرير، ما هي اللي كانت بتوقعهم بقى. كنا بنحوش باين تحت السرير. فمسحت كده علشان ارجع السرير تاني. جبت بقى مية بمعطر كده مسيح وحبة خل ومسحت بقى. وهسيب الحتة كده تنشف علشان ارجع السرير تاني. وهنا طلعت اللحاف من البانيو بقى علشان يتصفى واعرف انشره. هنا بقى كنت برجع الكرتونة دي فيها مكنسة، حطها هنا مكانها. ورجعت بقى المشيات دي كده مغسولة وحطها هنا في المكان ده لحد بقى ايه يوم الوقفة كده او قبل الوقفة بيوم ابقى افرش بقى المشايات والسجاد وهفرش الشقة بقى وخلص. هنا هعمل في السر ده زي ما انا عملت في السر التاني، شلته برضو كده تخرته وهكنس تحته بقى. والحتة اللي هناك دي اللي جنب الدولاب دي حاطه فيها السلم وحاطه فيها ترابيزه المكوى وحاطه فيها المرايه بتاع الاوضه كنا شايلينها اصلا بتاع التسريحه. هنا بقى كنست كده الكنسه لمتها وهلم بقى البطانيه عشان احطها في البانيو مكان اللحاف. وهنا كنت بنشر بقى الدور اللي انا طلعته من الغساله وحطيت واحد تاني دور تاني. وبدات اكنس بقى الحته اللي هي ما بين السريرين لما رجعتهم تاني كل واحد جنب الحيطه. وابدا اكنس كده. طول ما احنا شغالين كده في الشقة نشغل قرآن ونذكر الله على طول ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله أجمعين. حطوا لايك يا جماعة. الناس اللي بينسوا اللايك انزلوا حطوا لايك. هنا بقى كنت فصلت الفريزر وشيلته كده علشان امسح تحته. تحته كان في مية ناشفة كده ولا مش عارفة عصير كان مكبوب. كنسته ومسحته وسبته بقى ينشف شوية لحد لما ارتب بقى السراير وانفضها واظبط الملاية كده لحد يوم الوقفة او اليوم اللي انا هفرش فيه. وافرش بقى ايه ملاية جديدة. كده خلصنا الأوضة. لا لازم الدولاب، لازم ننظم الدولاب علشان احنا باين بنعيد في قلب الدولاب. لازم كده نخلي الدولاب يعيد معانا. هو مش هيعيد ولا ايه؟ لا لازم يعيد زي ما انتوا شايفين هو مكركب اصلا. والهدوم فوق بعضها والرف اللي تحت ده اصلا فاضي علشان بحط فيه لعب مكة. ودي هدوم مكة بتاع العيد. وده كله كده بتاع شتوي مفرش شتوية فوق بعضها عايزة ترتب. فهنا هشيل المفرش ده اصلا وهمسح كده بمية ومعطر. هنا بقى شلت المفرش ومسحت وسبتها تنشف وايه هرصها ايه. رصتها بالشكل ده. والرف اللي تحت ده برضو عملته مسحته ورجعت تاني هدوم مكة دي شتوية بس انا حطاها كده لحد لما اشوف لها صرفة هنعينها.
لسه بقى الرف اللي فوق ده اللي مكركب على بعضه، هجيب كرسي واطلع اظبطه يعني. ودي بقى الضرفة التانية برضو فيها حاجات شتوية، وبقيت هدومي هنظمها برضو. هنا بقى خلصت الدولاب كده، خلصته. دي الرف اللي فيه الهدوم بتاع مكة، والرف اللي فوق الاخر اهو عملته تمام. اللي لسه معيدش على الدولاب بتاعه يروح بقى يرتبه كده علشان الدولاب يعيد معانا، ولما نيجي نفتحه يبقى فيه نفس كده اللي احنا ايه الحاجة مترتبة كده. الضرفة اللي فيها الهدوم دي فيها فستان بتاع مكوية صغيرة وبقيت هدومي، واللي فوق دي رتبتها بالشكل ده، عملتهم رول. الحاجات دي العلب بتاع الهدايا دي بتاع ايام الخطوبة، كانت تحت في الضرفة من تحت وزحمة الدنيا، هشوف لها حتى احطهم كلهم في كيس كده واحطهم فوق الدولاب بتاع اوضة النوم. كل الحاجات دي كانت ايام الخطوبة، وكانت بتجيلي فيها هدايا، فعنهم اصلا ملهمش لازمة، لما احتاجهم هطلعهم يعني. هنا بقى فكرت في فكرة، بس يا ريتني يعني ما فكرت فيها، لانها عكت لي الدنيا وبهدلت لي الدنيا. فكرت اللي ايه، عندي هنا السجادة، عندي هنا السجادة دي بتاع الصالة بتتحط تحت السفرة، بس الحتة اللي هي باينة هي بتتحط تحت السفرة، بتكون السفرة مغطية مش بتتوسخ، بس الحتة اللي هي باينة بقى كانت متوسخة، فحبيت ايه اغسلها، فعكيت الدنيا وغرقت اصلا السجادة كلها. فغسلتها بقى حتة بحتة، بس المية سحبت بقى ايه لجوه، فسحبت لجوه بقى في الاوض وفي الصالة، بس لحقت الموقف يعني. خلصت بقى ودخلت للمطبخ بقى، قلت هرتب بقى ايه، لازم برضو المطبخ يعيد معانا، والحلال وتعيد معانا، لازم نرتب ايه الدنيا كده. ده الرف اللي كان فيه بقى ايه الحلال اللي هي الجرانات اللي عندي دي، قلت بقى هشيلها كده وامسح تحتها وهرتبهم. فهنا بقى باين رتبتهم، هم هنا باين اترتبوا رتبتهم ونظمت بقى كل واحد في مكانه كده، وحاولت اوسع عشان ما كانوش الضرفه ما كانتش واخداهم. ودخلت بقى على الضرفه التانية اللي بعدها، الضرفه دي مكركبه وبقى فيها ملح بقى، واي حاجه كنت بشيلها من ايد مكة بحطها في الضرفه دي، والسكاكين اللي هي صغيره بتاعه التفاح دي كنت بشيلها من ايد مكة، كانت بتجيبها من الدولاب اللي هي الدرج دي بتاع المطبخ، فكانت سهل اللي هي تاخدها تلعب بيها. فاي حاجة كنت عايزة اشيلها منها فبحطها في الضرفة دي. نزلت بقى اللي في الضرفة كلها ومسحتهم مرة واحدة تمام بالشكل ده، وهرصهم تاني. رصيت اهو زي الفل، عروسة يا ولاد عروسة. المفرش ده كان ملزوق فقلت مش هشيله، تحته اكيد نضيف. اللي فوق ده شلته ومسحت تحته ورصيت الضرفة زي ما كانت تمام بالشكل ده. ودي حلة الملامين بتاعي. هنخش بقى على ضرفة تانية، الضرفة دي كنت سايباها تلعب فيها لحد لما اخلص، اتقلبت اصلا اكتر ما هي مقلوبة. فيها الألمونيا من تحت وطواجن، ومن فوق فيها الاستانلس والطقم ده. الحلة اللي انا بستخدمها حطها فوق، الحلة الكبيرة حطها تحت. هنا بقى الصواني بتاع الكيك والطاسات واللبانة فوق بالشكل ده، ومن تحت حاطه الحلال الكبيرة والطواجن الفخار. هنا بقى كان في غطا بتاع الطاسة فما كنتش عارفة احطه فين، فحطيته ورا كده، زخنقته ورا كده خبيته يعني، مش بستعمله اصلا. وهنا الرف اللي تحته ده بقى شلت المفرش اللي عليه ومسحته بقى وخليته زي الفل. هنا بقى جينا للضرفة بتاع البلاستيكات مقلوبة اصلا لوحدها، ومش بتنضف اصلا ولا بتتروق يعني، بعد الترويق ده بيومين وهتتوسخ تاني. هنا بقى طلعت كل البلاستيكات، الدورين اللي فوق واللي تحت، وشلت بقى المفارش تحتها عامل ازاي، فنضفتها بقى، طلعت كل الحاجة برا ورصيتها بالشكل ده، بقت فلة عروسة يا ولاد، مطبخ عروسة. ورصيت بقى كده بالشكل اللي انا ايه اللي انا بحيث ان انا اخد الحاجة بس ما بهدلش الدنيا. رصيت بقى الرف اللي فوق ده بالشكل ده، اللي فيه صواني بتاع كب كيك والبسبوسة، واللي تحت ده فيه الكراتين بتاع المكنة دي، كنت عاملة عليها ريفيو برضو هتلاقوه عندي في القناة. هنا بقى دخلنا على الادراج وشلت الحاجة اللي فيها،
ومسحتها كده. مش عايزة اطول عليكم، بس ايه، بوريكم بس انا بعمل ايه. وبدأت بقى ارص الدرجة كلها، نظمتها. وهنا المطبقية برضو كانت عايزة تتنظم، علشان بقيت باخد وبحط كده وخلاص، واللي اتبقى اصلا كذا طبق اتكسر مني، فقلت ارتبهم بقى، وبقالي كتير ما شلتهاش. انا عندي المطبقية مش مفتوحة من تحت، اللي هي تصفي المية بتاع الاطباق في قلب الحوض، لا مقفولة. شوفوا مكانها اصلا. فمسحتها بقى وخليتها زي الفل، ورجعتها تاني، وايه، نظمت نظمت الاطباق كده. والله ده انا شاطرة، سقفة ليا. يا ريت بقى كل واحدة تتشجع زي ما انا اتشجعت كده، وتقوم بقى تروق مطبخها، وتقلب الاوض بتاعها كده، وتروقها ترويق عميق، ترويقة حلوة، بحيث بعد كده ما تروقش ايه ما تحتاجش ترويق اكتر على الوش كده، وخفيف. بس كده يا حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم واداكم حماس كده، ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.